أخذت من الطموح والعلم والكلام ولا حاجة. 15 سنة ضاعوا من عمري، 5 ابتدائي و3 ثانوي و3 إعدادي و4 جامعة. بس آخد شهادة في 15 سنة اللي قضيهم هنا، آخد شهادة بس في مدرسة الحياة، وأطلع أعمل اللي الرفاع معرفش يعمله. في 1958 السنة اللي اتعمل فيها أول كأس عالم بشكل منظم وبداية أسطورة عالمية في كرة القدم، والحصان الأسود اللي محدش كان متوقعه. الفصل الأول قبل 1958 أوروبا لسه خارجة من الحرب. قبل ما البطولة ما تبدأ العالم كان لسه بيقوم على رجليه من بعد الحرب العالمية التانية، والاتحادات بتتكون ودول بترجع وأندية بتتبني من أول وجديد. وألمانيا الغربية بعد معجزة بيرن في 1954 اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت، لو مشفتهاش ارجع شوفها. المهم ألمانيا كانت داخلة كأس العالم 1958 بثقة، وإنجلترا داخلة أول مرة بمنتخب أقوى شوية من اللي قبله. لكن المفاجأة الحقيقية إيطاليا، واحدة من أقوى المنتخبات، ما خرجت من دور التصفيات. الموضوع كان صدمة. أما البرازيل فكانت جاية بجرح قديم، جرح الماراكانا اللي اتكلمنا عليه في نفس السلسلة. الفصل الثاني السويد أكتر بلد مهيئة لتنظيم البطولة. السويد كدولة كانت هادية جدا، شعب بسيط بنى ملاعب منظمة واهتموا بالتفاصيل وقرروا يستضيفوا البطولة وجهزوا كل حاجة من بدري. والغريب إن معظم لعيبة السويد كانت محترفة، وده ما كانش مسبوح قبل البطولة دي، ومعظمهم كانوا محترفين في دول زي إيطاليا وفرنسا وألمانيا، وتم السماح لهم لأول مرة يشاركوا، وده من خلال المنتخب السويدي ويكون الحصان الأسود بالبطولة. الفصل الثالث البرازيل، وبداية الخوف وأزمة نفسية وإصابة نجم البرازيل الأول. يبقى ما تقلقش من الامتحانات، واخد بالك انت ازاي؟ هو الامتحان فيه امتحان واحد بس، واخد بالك؟ يوم ما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هو ده الامتحان العظيم. الامتحانات التانية دي انشا كلها غش وبتاع، واخد بالك؟ وما بتنفعش ولا بتفيد. البرازيل قبل البطولة كانت عاملة اجتماع تاريخي وقالوا لو هنكسب لازم نلعب بأسلوب مش غريب علينا، بأسلوبنا الحقيقي، أسلوب السامبا، واللي كان مساعدهم وعطيهم الثقة إنهم كان عندهم منتخب قوي. لكن أهم قرار خدوه ضم لاعب صغير شاب اسمه بيليه، كان وعد أبوه إنه يحقق كأس العالم. الفصل الرابع دور المجموعات، بداية المفاجآت. المجموعة الأولى كان فيها البرازيل وانجلترا والاتحاد السوفيتي والنمسا. صعد من المجموعه دي البرازيل والاتحاد السوفيتي وخروج انجلترا والنمسا. الفصل الثاني كان فيه فرنسا ويوغوسلافيا وباراغواي واسكتلندا، وصعد من المجموعه دي فرنسا ويوغوسلافيا. المجموعه الثالثه كان فيها السويد وويلز والمجر والمكسيك، وصعد من المجموعه دي السويد وويلز. المجموعه الرابعه كان فيها المانيا الغربيه وايرلندا الشماليه وتشيكوسلوفاكيا والارجنتين، وصعد من المجموعة دي ألمانيا الغربية وأيرلندا الشمالية. الفصل الخامس دور ربع النهائي، بداية النار. البرازيل ضد الويلز، ماتش صعب جدا، والبرازيل مش عارفة تجيب أي جوال لحد ما بيليه يستلم كرة عالية وعلى صدره ويلف بيها ويسجل أول هدف ليه في كأس العالم، هدف نموذج لأي مهاجم. الماتش الثاني أيرلندا الشمالية ضد فرنسا، فرنسا اكتسحت أيرلندا الشمالية 4-0. الماتش الثالث كما بين الاتحاد السوفيتي ضد السويد، مع ان الاتحاد السوفيتي كان عامل ماتش كويس جدا لكنه خسر من المنتخب القوي ساعتها المنتخب السويدي، كسب 2-0. الماتش الرابع يوغوسلافيا ضد بطلة العالم ألمانيا الغربية، مفيش مفاجأة تحصل وألمانيا تكسب 1-0. وانت فين؟ انا عمال ادور عليك في كل مكان. فاكره لما كنت بتقولي لي ان احنا مش هنسيب بعض خالص؟ فينك دلوقتي بقى؟ عمال ادور عليك في كل مكان مش لاقيكي، يعني خلاص نسيتيني. الفصل السادس نص النهائي، ماتشين للتاريخ، فرنسا ضد البرازيل. ده كان ماتش نار، فرنسا اللي كانت متقدمة بطولة كويسة، والبرازيل اللي كانت ناوية على اللقب بحلم الشاب بيليه اللي كان وعد أبوه إنه يحقق كأس العالم، على الرغم إنه كان لسه عنده 17 سنة. والماتش ده بيليه سجل هاتريك، والبرازيل تكسب 5-2. والماتش الثاني كان ما بين المانيا والسويد، السويد تعمل مفاجأة وتكسب بطلة العالم 3-1. الفصل السابع النهائي ما بين السويد والبرازيل، السويد تبدأ بقوة وتقدر تسجل هدف في أول مباراة،
وجمهور السويد ما يلحقش يفرح علشان البرازيل ترد بهدف التعادل بسرعة، لكن بعد كده سيطرة تامة من البرازيل وتقدر تكسب الماتش ده 5-2، وبيليه سجل هدفين من الخمسة. كأس العالم 1958 ما كانتش بطولة عادية، دي كانت ولادة عصر جديد، عصر البرازيل، عصر السامبا، عصر بيليه. دي كانت حكاية مونديال السويد. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان حواديت المونديال مكملة لحد كأس العالم قطر 2022.